هلو. النهارده هشارك معاكم كل الحاجات اللي جبتها لتصوير الفيديوهات الجايه، منها اتحمس وحمسكم كمان معايا. بس قبل اي حاجه، اول حاجه عاوزاكم تعرفوها ان مفيش اي اعلان انا عاملاه لاي حاجه من الحاجات اللي انا هوريها لكم النهارده، ولا حتى افيليت لاي ويب سايت. انا جبت الحاجات دي وحابه اشارككم معايا عشان اديكم افكار للماتيريال اللي انا هستخدمها. انا الصراحه ما جبتش كل حاجه اونلاين، انا في حاجات نزلت جبتها بنفسي. اول حاجه هنبتدي بيها هوايه الرسم على القماش. هنعمل شنط كتير مع بعض، وعشان كده نزلت جبت ستايلات مختلفة. اول حاجة جبتها الشنطة دي اللي بتدخل جوه الكاب، اللي بدخل فيها الكاب، لبس كروس، تبقى شكلها لطيف جدا. تبقى بالشكل ده، فكر ارسم عليها من هنا. وجبت كمان ده بوك عادي صغير للمكياج او للادوات المدرسية او لاي حاجة، برضو لطيف. ده برضو جبته، عجبني شكله وعجبني الزيت بتاعه، شكلها حلو بصراحة. جبت كمان شنط بقى مختلفة والوان مختلفة. اللون ده عجبني جدا بصراحة، حسيته انه هيطلع شكله حلو. وطبعا اللون الاسود، وفي كمان لون اوف وايت انا جايباه. ايوه هو ده، بس لسه ما فتحتهاش، تعالوا نفتحها مع بعض. وليها جيوب من هنا كده، واحد من هنا والتاني من هنا، شكلهم لطاف خالص. جبت كمان شنطة عادية برضو، لسه برضو ما فتحتهاش، تعالوا نفتحها. شنطة عادية جدا، حتى صغيرة، طلعت صغيرة أكتر ما كنت متوقعة. يعني كنت متوقعها أكبر من كده، بس اتس اوكي، هنرسم عليها برضه. وجبت دي اللي هي بتتفتح، تتلبس يا إما بتتلبس كروس كده، يا إما ممكن تتلبس يعني في المنطقة دي. يعني كنت حاطة المقصية جنبي، مش عارفة اختفرها فين. شكلها لطيف برضو، ممكن نرسم عليها طبعا قدام هنا. ايه تاني؟ برضو دي حلوة، الشكل ده شكله لطيف جدا، والدراع بتاعها حلو قوي. بفكر برضو ارسم عليه، يعني هنشوف هنعمل ايه مع بعض في الفيديوهات الجاية. لا دي حاجة انا كنت اشتريتها عشان الجورنالينج، هتشوفوه يعني احنا عملنا منه في الفيديو اللي فات، فهتشوفوه معايا كتير. دي زي ستيكرز عشان استخدمها بسهولة في الجورنالينج، بيسهل عليا وفي نفس الوقت بتبقى شكلها لطيف، فحلوة جدا بصراحة. كمان جبت ده، انا مش فاكرة كان جاي مع انهي، بس هو كان جاي مع اوردر، بس انا مش فاكرة انهي بصراحة. زي بوكس صغير كده، مش عارفة هرسم عليه ولا لا، يعني حاساه صغنطوط قوي، بس في نفس الوقت يعني ممكن نجرب عليه في البداية. ممكن طبعا اهم حاجتين بقى الالوان. جبت باليت الوان، هي دي جبتها الوان كتير الحقيقة، جبت 18 لون، بس على فكرة مش لازم 18 لون، هي الوان قماش مخصصة للقماش. بس اهم الالوان اللي هم الالوان الاساسية، الاحمر والازرق والاصفر والابيض والاسود، دول اهم الالوان، تقدروا تطلعوا منهم الوان كتير جدا. بس انا بصراحة عشان هشتغل كتير على القماش فقلت اسهل على نفسي شوية. هو ده حجمها 18 لون. معايا كمان فرش صغيرة، بس يعني هي
مش واو يعني، مش حلوة قوي، بس تمام يعني مفيش مشكلة. الفرش انا جبت فرش مخصوص هوريها لكم. تاني حاجة جبتها الالوان ماركرز برضو للقماش، مخصوص للقماش ده بقى ينفع للتحديد. بعد كده طبعا اهم حاجة جبت فرش. الفرش مهم جدا انها تكون نوعية كويسة، عشان كده انا اهتمت بيها شوية المرة دي. مش عارفة هتشوفوها عن قرب ولا لأ، بس يعني هي نوعية كويسة. الهواية التانية بقى اللي انا يعني اكتشفتها اخر السنة اللي فاتت اللي هو الخرز. لما عملت الشنطة الخرز معاكم السنة اللي فاتت كانت جميلة جدا وجاي عليها فيدباك حلو جدا، فعشان كده هستمر وهنعمل مع بعض كذا شنطة خرز بتكنيكات واشكال مختلفة، وكمان تبقى فرصة حلوة لو حد حابب ان هو يعمل مشروع زي ده. بجد حلو جدا وانبهرت بيه قوي، يعني مش قادرة اقول لكم انبهرت بيه قد ايه. الدليل ان انا هعمل عليه سلسلة فيديوهات مخصوص، ومش بس كده انا كمان هرسم على الجلد مع الخرز. يعني في كده توليفة في دماغي عايزة اعملها، يعني يا رب تطلع حلوة وتعجبكم. تعالوا نفتح حاجة الخرز مع بعض. انا جبت نفس اللون اللي انا عملته معاكم السنة اللي فاتت اللي هو الاخضر، كان حلو جدا، وبصراحة حد من اصحابي طلب مني ان انا اعمل له شنطة فاتبسطت قوي. فانا جبت زيادة عشان اعمل له شنطة زي بتاعتي بس بحجم مختلف. وكمان جبت سلك نص ملي، سلك عادي اللي هو سلك سنارة نص ملي وجبن، وكمان جبت منه الاسود. ده بقى سلك سنارة اصلي فجامد جدا، يعني ممكن يقطع ايدي وما يتقطعش، فهنشوف بقى هيطلع ازاي مع الشغل بتاعنا. جبت كمان هقول لكم دلوقتي بالتحديد. في مفاجأة معايا، هي مش مفاجأة، هو حاجة انا كان نفسي اجيبها من زمان وجبتها اخيرا. جبت كمان اللولي ده عشان هعمل شنطة لولي. هعمل لولي واحدة ابيض وواحدة اسود، بس انا حاسة ان دول صغيرين، يعني كمية صغيرة قوي، على الاقل لازم تكون كمية كبيرة كده، نص كيلو على الاقل او 750 جرام، فممكن اطلب من ده تاني. جبت الشنطة دي، هي شنطة هو جلد لشنطة مدورة. بفكر دي ارسم على الجلد دوت واعمل الحروف بتاعتها اشبكهم ببعض بالخرز، عشان كده جبت الاسود اللي هو ده. ف يعني هي في توليفة كده في دماغي، لو ظبطت هعمل لكم الفيديو بسرعة، لان بجد انا متحمسة بالذات لده. وعشان ارسم على الجلد جبت اكتر حاجة انا كنت عاوزة اجيبها اللي هي الوان الجلد من انجلس. دي الوان فظيعة يا جماعة بجد، يعني حلوة جدا وكله بيشكر فيها، مش انا اللي هاجي اشكر فيها دلوقتي. هنجربها مع بعض. بجد انا متحمسة جدا للفيديو ده، لانه انا فعلا كنت عايزة اجيبها من زمان. هي حقيقة مش رخيصة ابدا، بس يعني على الريفيو بتاعها تستاهل. من المقص مش لاقي المقص
جاية بالالوان الاساسية اللي هي الاحمر والازرق والاصفر. طبعا في فرش كمان وفرش حلوة يعني جودتها عجباني يعني باينة مش محتاجة اشرحها يعني. ده اللون الابيض، الاسود، والازرق والاصفر والاحمر، الالوان الاساسيه. وبصراحه انا جبت الالوان الاساسيه لان انا تقريبا هرسم على قطعه او اتنين، مش لسه ما عنديش خطط للقطع اللي جايه يعني. وده اهم حاجه اللي هو زي الاسيتون كده، لازم نمسح بيه الجلد قبل ما نبتدي شغل عليه. برضو هنعرف ده وهنعرف كل التفاصيل مع بعض، وهقول لكم على البدايل لو احنا ما عندناش الوان الجلد. في بديل مهم جدا هقول لكم عليه وقتها، ممكن نستبدله ونستخدم الالوان الاكليريك عادي جدا. بس اهم حاجه نسيت، اخر حاجه برضو حاجه خاصه بالوان الجلد، اللي هي الطبقه الاخيره اللي بتتحط على الجلد بعد ما بنخلص رسم. في منه بقى مط، في منه سوفت، وفي منه لامع، في منه حاجات كتير. دي طبقه لازم تتحط على الالوان او على الجلد في الاخر بعد ما بنخلص رسم، عشان يفضل ثابت وما يبص ابدا. هي اصلا الالوان ثابته لوحدها، فده برضو مهم جدا. وبرضو اخر حاجه بجد بقى، جبت كمان المحفظه دي عشان برضو ارسم عليها. هي دي برضو جلد. بس دي كل الحاجات اللي انا جبتها النهارده. يا رب تكونوا اتحمستوا معايا ان احنا نشتغل مع بعض الفتره الجايه. هنشتغل على حاجتين او على 3 اساسيين: الرسم على القماش وكمان الجينز، والرسم على الجلد وهنعرف كل تفاصيله برضو، وكمان الخرز. هنشتغل على الخرز، هنشتغل تقريبا شنطتين او 3 بالخرز، هيبقوا تحفه جدا. وبجد الخرز دي من الحاجات اللي انا منبهرة بيها، حقيقي منبهرة بيها جدا، وهنستمتع جدا واحنا بنشتغل مع بعض. فيا رب تكونوا اتحمستوا معايا، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.